بعد الفيديو الأخير من عمارة الدولة المستحيلة كان مهم جدا نتكلم عن تطبيقات العمارة الإسلامية في العصر الحديث ده، ومين هم المعماريين اللي اتخذوا المجال ده ومشوا في الطريق ده، وإيه هي إنجازاتهم، وإيه هي المباني اللي عملوها وقايمة بالفعل على أرض الواقع، وهل فعلا طبقوا الفكر الإسلامي في العمران ده ولا لأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وفيديو جديد هنتكلم فيه عن تطبيقات العمارة الإسلامية. هنتكلم النهارده عن واحد من أبرز المعماريين المسلمين في العصر الحديث ده، هو المعماري عبد الواحد الوكيل. المعماري عبد الواحد الوكيل هو من مواليد القاهرة عام 1943، وهو متخصص في العمارة الإسلامية والتراثية. درس الهندسة المعمارية في جامعة عين شمس وتخرج سنة 1965. اشتغل بعدها 5 سنين مع المعماري الكبير حسن فتحي، وده شكل جزء كبير جدا من فهمه للتراث وللفكر الإسلامي في العمارة، واللي كان نتيجته أسلوبه في العمارة اللي بيمزج ما بين التراث الإسلامي والحداثة. صمم عدد من المباني في المنطقة العربية تحديدا في مصر والسعودية، وفي 2025 حصل على جائزة التميز للإنجاز المعماري، والجائزة دي المعماريين بياخدوها تكريما لمسيرتهم وإسهاماتهم في العمارة. أفكار المعماري عبد الواحد الوكيل هي اللي شكلت النواة الأساسية لتطبيقاته في العمارة، سواء في المساجد أو في المباني اللي هو عملها. دايما في أفكاره بيتكلم عن المدينة الإسلامية وأهدافها في خدمة الإسلام والمسلمين، وإن المباني اللي بتتبنى بالتراث الإسلامي لازم دايما تحقق السكينة والهدوء، خاصة المساجد، لأن بدون السكينة دي مش هيتحقق الإيمان والروحانيات بشكل كامل. الهدف الأساسي من التصميم ده لازم يكون ربط المخلوق بالخالق، وده بس مش من خلال التصميم لكن كمان من خلال المواد اللي بتستخدم في البناء. يعني المواد دي لازم تكون اقل تكلفه وتكون كمان غير ضاره بالبيئه، على عكس المباني الحديثه اللي بتكون تكلفه بنائها وتشغيلها كلها ضاره للبيئه. تصميم المسجد في التراث الاسلامي لازم دايما يكون بسيط، وفي نفس الوقت ما يكونش عامل زي القصر، يعني يجمع ما بين البساطه وما بين الجمال. اللي بيتفرض علينا حاليا من الحداثه ان احنا لازم نبني بخرسانه، وطرق البناء دي بيكون ليها تاثير سلبي جدا على الانسان نفسه، لان هي بتفقده نوع من السكون. الضوضاء والصوت العالي ده لازم يكون دايما بعيد عن دور العباده. يعني حتى في الكنيسه فيها ما يسمى بالفاو اوف سايلنس، اللي هو منع الكلام للكهنه للحفاظ على قدسيه وهدوء المكان. تصميم المسجد دايما في العماره الاسلاميه لازم دايما تكون حيطانه سميكه، مش بس عشان تعزل الازعاج والضوضاء، لا، عشان كمان تعزل الحراره. وليه فوائد كتير جدا ان هي تعزل داخل المبنى عن خارجه. ولازم يكون خارج المسجد حوش صغير كده في حديقه، عشان تعزل الناس اللي موجوده جوه المسجد عن الازعاج والدوشه اللي موجوده في الشارع، وده هيحقق قدر كبير جدا من السكينه اللي هتحقق الروحانيه والخشوع في الصلاه. ده بالنسبه لافكار الوكيل في المساجد. اما بالنسبه للمباني العاديه فكان دايما بيتكلم عن فكره الكيتشن جاردن. الكيتشن جاردن باختصار هو الحديقه اللي بتتعمل قدام المنزل، اللي بتربى فيها حيوانات صغيره وبتزرع فيها نباتات ممكن تستخدمها للاكل، وده بيخلق نوع من الاستدامه في المكان وتفاعل اكتر ما بين الانسان وما بين البيئه. الحاجه اللي زي دي احنا بنعتبرها مثلا في اجزاء من الوطن العربي ان دي حاجه يعتبر سوقيه، في حين في الغرب حاليا بيتعمل عليها دراسات ان دي من اكتر الحاجات المفيده للانسان في اي مكان هو عايش فيه. وفي افكار كتير بتتنشر حاليا عن فكره زراعه الاسطح وحتى المباني اللي هي العاليه، ان انت تشجع الناس ان هي تزرع. فالفكره دي حاليا في الغرب بيتم طرحها ان هي حاجه بتساعد على تنميه الاسره وتحسين دخلها. الحداثه بمفهومها الغربي الحالي خلت الانسان عاجز واناني وبلا روح وغير قادر ان هو حتى يمتلك حته ارض، وده اللي اتكلمنا عليه في فكره عمارة الدوله المستحيله، اللي هو تمكين الافراد لامتلاك الاراضي دي، اللي هي اراضي اساسا غير معمره. قطعه الارض غير معمره دي هي حاجه مالهاش اي قيمه في الاسلام طالما ان هي غير معمره، فعشان كده الاسلام دايما بيشجع على امتلاك الاراضي دي من خلال ان انت بتعمرها، على عكس الرأسمالية طبعا اللي خلت فكرة امتلاك الأرض دي حاجة يعتبر حاجة تعجيزية. الإنسان اللي هو عنده أرض يصنف معماريا إن هو إنسان حر، لأن الأرض زي ما بيوصفها دكتور الوكيل إن هي عاملة زي رحم الأم، بل إن الشريعة خلت أي حد بيعتدي على أرض التاني هي ذنب كبير جدا ربنا بيحاسب عليه. أعمال الدكتور عبد الواحد في المنطقة العربية كتير جدا تحديدا في السعودية. أولا هو مسجد الكورنيش اللي اتبنى بالكامل بالطوب بدون استخدام ولا متر خرسانة، ومسجد الجزيرة اللي يعتبر واحد من أبرز أعماله، وهو عبارة عن مسجد مبني على جزيرة ومعمول ردم عشان توصل للمسجد ده، ولان ده واحد من اوائل اعماله فكان في شك كبير جدا ان المبنى ده يفضل قائم، خصوصا ان هو في البحر. فبيقول ان ربنا سبحانه وتعالى نصره من خلال ان هو بعد ما بنى المبنى ده جت عاصفه كبيره جدا شالت كل الردم اللي اتعمل ده، والمباني كل حاجه غرقت باستثناء المبنى اللي هو بتاع المسجد اللي فضل قائم وما حصلش فيه اي حاجه. فكان المعماريين المسؤولين مستغربين جدا ان المبنى ده ازاي فضل قائم كده. تفسير الوكيل للنقطه دي ان يا جماعه الموضوع ده اصلا مذكور في القران، بان ربنا سبحانه وتعالى وصف في القران المباني اللي مبنيه من الطوب ان هي كالبنيان المرصوص، زائد ان هو كان شاطر جدا انشائيا، فده نتيجته ان المبنى ما جرالوش اي حاجه. المشروع ده لما نجح ده اهله ان هو يعمل المسجد اللي بعده هو مسجد قباء. بعد نجاح مشروع مسجد الجزيره نشأ ما بين دكتور عبد الواحد ووكيل وزاره الاوقاف صداقه كبيره جدا، وهو الدكتور حسام خاشقجي، واللي بيوصفه دكتور عبد الواحد ان هو كان راجل مثقف ومتعلم جدا. فحصل التقاء في الافكار ما بينهم هما الاثنين. دكتور حسام كان من المدينه وهو راجل بيروقراطي واصيل، وكان عايز يبني مبنى اسلامي في المدينه المنوره. فجاب دكتور عبد الواحد وطلب منه ان هو
يعيد بناء مسجد قباء، والوكيل طبعا ما بيبنيش بالخرسانه فبنى المسجد بالكامل برضه بالطوب. تم هدم المسجد اللي كان موجود وكان بقاله حوالي 150 سنه تقريبا، وكان بالطوب الطيني، وتم بناء المسجد تاني بس بتصميم مختلف ولكن نفس الطابع ونفس الشكل لكن هيكل اقوى. فاللي كان بيشوف المسجد بعد ما اتبنى كان بيفكر ان هم عملوا له ترميم، في حين ان هم ازالوا المسجد اصلا وبنوه من جديد. فكان دايما بيفسر فكره استخدامه للطوب مش الخرسانه بان هو بيتمسك بالتراث وفي نفس الوقت برضه بيستفيد من الحداثه، فهو خلق مزيج ما بين الاثنين كده، فنتيجته المباني الجميله اللي هو بناها دي. بعدها جه التحدي الاكبر للوكيل وهو مسجد القبلتين. جابوه عشان يبني المسجد ده فعلا وكانوا شرعوا فعلا في بنائه، لكن هو رفض التنفيذ ده نهائي لان هو كان مخالف لكتير جدا من التصميمات، واصر على الوزير وشرح له لحد ما اقتنع وهد المبنى وبناه من جديد. المشروع ده بالنسبه للدكتور عبد الواحد يعتبر زي ابنه الصغير كده، وكالعاده اتبنى بالطوب بالكامل من غير ولا متر خرسانه. تم استخدام فيه 20 مليون طوبه من الطوب الفخاري، 4500 متر مربع من الجرانيت من مدينه نجران. اشتغل في المشروع ده حوالي 300 عامل وحرفي. المبنى بيتسع ل 2500 مصلي بمسافه 4000 متر مربع، وموجود فيه مصلى منفصل للسيدات وعلى ارتفاع وليه مداخل خاصه. اما بالنسبه لقاعه الصلاه فكان موجود فيها سلسله من القناطر بتستند على عقود موازيه. العقود دي كانت موازيه لجدار القبله. وسط العقود دي بقى كان موجود قبتين، قطر كل واحده فيهم 8 متر. القبه الجنوبيه ارتفاعها 20 متر. القبه دي مبنيه على اسطوانه، الاسطوانه دي فيها فتحات بتدخل الضوء لداخل المكان. اما بالنسبه للقبه الثانيه فكانت 19 متر وكانت في اتجاه القبله. على جوانب المسجد بقى كان موجود مئذنتين كل واحده فيهم ارتفاعها 40 متر. انتوا متخيلين ان كل التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دي مبنيه بس بالطوب، ما تحطش فيها اي حاجه خرسانه خالص؟ طب يا ترى العمر الافتراضي مثلا للمبنى ده كام؟ 10 سنين، 20 سنه، 30 سنه؟ العمر الافتراضي للمبنى ده 3000 سنه، والمبنى تم افتتاحه 1408 هجريه. وتاكيدا لحته العمر الافتراضي دي المعماري ليون كرير اللي حاصل على جائزه جيفرسون التذكاريه للهندسه، اللي قال في وصفه المباني الدكتور عبد الواحد: مباني الوكيل خلقت لتحيا اضعاف المباني الحديثه. المشروع زي ما شفنا كده كان مليان تفاصيل وشغل كتير جدا ومجهود كبير جدا من الدكتور عبد الواحد واللي شغالين معاه. بعد تفاصيل مسجد القبلتين دي ممكن احنا نسال نفسنا ليه احنا مصرين ان احنا نبني بالخرسانه اللي بتحتاج قوالب وتكلفه كبيره جدا عشان تتبنى، وبتحتاج وقت كبير جدا عشان تنشف، وعمر افتراضي اقل بكتير برضه، في حين ان القناطر الاسطوانيه اللي احنا اتكلمنا عنها دي بتتفك بعد 24 ساعه بس، وعمرها الافتراضي اكبر بكتير جدا. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم اكتر عن اعمال دكتور عبد الواحد وعن افكاره المعماريه. لو كملتوا الفيديو للاخر احب طبعا اسمع ارائكم في الكومنتات عن طرق البناء دي، وهل طرق البناء دي ممكن تتعمم اكتر من كده؟ على الاقل خالص نكتر من المواد المستدامه دي ونقلل من الخرسانه. شكرا جزيلا لحضراتكم وراكم قريبا ان شاء الله. سلام.